أهلاً بيكم يا شباب في فيديو جديد. كتير بنسمع كلمات إنجليزي في الأفلام أو الشغل وبنحس إننا فاهمينها، بس لما نيجي نستخدمها بنكتشف إن ليها معاني تانية خالص. في فيديو النهاردة جمعت لكم 36 كلمة وتعبير من أهم الكلمات في اللغة الإنجليزية. هنفصصهم، هنعرف كل معانيهم، وهندي أمثلة لكل معنى بالعربي والإنجليزي. حضر كوباية القهوة بتاعتك، ورقة وقلم، ويلا بينا نبدأ. Exam board. exam board المعنى لجنة الامتحانات أو المجلس التعليمي المسؤول عن الامتحانات. The exam board decided to change the syllabus. قررت لجنة الامتحانات تغيير المنهج. Reality. reality المعنى الأول الواقع، الحياة الحقيقية. We must face reality. يجب أن نواجه الواقع. المعنى الثاني حقيقة الأمر. The reality is we are late. حقيقة الأمر إننا متأخرون. Realistic. realistic المعنى واقعي، تقال للأشخاص أو الخطط. Be realistic. We can't finish this in 1 hour. كن واقعياً، لا يمكننا إنهاء هذا في ساعة. Opposite reality. opposite reality المعنى عكس الواقع أو واقع معاكس أو خيالي. He lives in an opposite reality where everything is perfect. إنه يعيش في واقع معاكس حيث كل شيء مثالي. Combination. combination المعنى الأول مزيج أو خليط بين أشياء. Pink is a combination of red and white. الوردي هو مزيج من الأحمر والأبيض. المعنى الثاني الرمز السري للقفل أو الخزنة. I forgot the combination to my safe. نسيت الرمز السري لخزنتي. Conditional. conditional المعنى مشروط، يعتمد على شرط معين. My offer is conditional upon your acceptance. عرضي مشروط بقبولك. Measurable. measurable المعنى قابل للقياس، حاجة تقدر تحسبها. We need a measurable goal to track our success. نحن بحاجة إلى هدف قابل للقياس لتتبع نجاحنا. Miserable. تعيس أو بائس أو في حالة سيئة جداً مادياً أو نفسياً أو صحياً. الكلمة بتوصف شعور قوي بعدم الراحة أو الحزن أو الظروف الصعبة. He felt miserable after losing his job. كان حاسس بالتعاسة بعد ما خسر شغله. The weather is miserable today. الجو النهاردة سيء جداً ومزعج. Lottery. lottery المعنى يا نصيب. He won $1,000,000 in the lottery. فاز ب1,000,000 في اليانصيب. Random. random المعنى عشوائي، صفة. Pick a random number from 1 to 10. اختر رقماً عشوائياً من 1 إلى 10. Randomly. randomly المعنى بشكل عشوائي، حال. The computer selects a winner randomly. يختار الكمبيوتر فائزاً بشكل عشوائي. بالمناسبة، قبل ما نكمل عندي سؤال ليكم. لو كسبت في اللوتري اليانصيب بكرة، إيه أول حاجة هتشتريها؟ اكتبولي في التعليقات وهقراها كلها. يلا نكمل. 11. Gratitude. gratitude المعنى امتنان أو شكر. المثال She expressed her gratitude to all the teachers. عبرت عن امتنانها لجميع المعلمين. 12. Regret. regret المعنى الأول ندم، اسم. المثال الأول My only regret is not studying harder. ندمي الوحيد هو عدم الدراسة بجدية أكبر. المعنى الثاني يندم، فعل. المثال الثاني You will regret this decision. سوف تندم على هذا القرار. 13. Here we are. here we are المعنى الأول ها نحن ذا، تقال عند الوصول لمكان. المثال الأول After a long drive, here we are. بعد قيادة طويلة، ها نحن ذا. المعنى الثاني تقال للتعبير عن نتيجة وصلنا لها، زي أدينه You didn't save money and here we are, completely broke. لم تدخر المال وها نحن هنا، مفلسون تماماً. 14. It's gotta be. it's gotta be لابد أن يكون أو يجب أن يكون، اختصار لي it has got to be. المثال It's gotta be him who took the keys. لابد أنه هو من أخذ المفاتيش. 15. Beauty label.
beauty label علامة تجارية لمستحضرات التجميل. المثال She started her own beauty label last year. بدأت علامتها التجارية الخاصة بمستحضرات التجميل العام الماضي. 16. stressful مجهد أو موتر للأعصاب. تقال للأشياء أو المواقف. المثال Moving to a new house is very stressful. الانتقال إلى منزل جديد أمر مجهد للغاية. 17. happiest الأسعد صيغة التفضيل العليا. المثال This is the happiest day of my life. هذا هو أسعد يوم في حياتي. 18. happier أسعد من أو أكثر سعادة من. للمقارنة. المثال She is happier now than she was last year. هي أكثر سعادة الآن مما كانت عليه العام الماضي. 19. sample المعنى الأول عينة اسم. المثال الأول They took a blood sample. أخذوا عينة دم. المعنى الثاني يجرب عينة أو يتذوق فعل. المثال الثاني Can I sample this cheese؟ هل يمكنني تذوق هذه الجبنة؟ 20. example المعنى الأول مثال للتوضيح. المثال Let me give you an example. دعني أعطيك مثالا. المعنى الثاني قدوة شخص يحتذى به. المثال الثاني He is a good example for his little brother. إنه قدوة حسنة لأخيه الصغير. I'll always remember. المعنى سأتذكر دائما. المثال I'll always remember our trip to Paris. الترجمة سأتذكر دائما رحلتنا إلى باريس. partying المعنى الاحتفال أو السهر والحفلات. المثال They spent the whole weekend partying. الترجمة قضوا عطلة نهاية الأسبوع بأكملها في الاحتفال. workaholic المعنى مدمن عمل شخص بيشتغل لدرجة مرضية. المثال My boss is a workaholic who never takes a day off. الترجمة مديري مدمن عمل لا يأخذ يوم إجازة أبداً. needless المعنى غير ضروري أو لا داعي له. المثال Don't take needless risks. الترجمة لا تأخذ مخاطرات غير ضرورية. divisiveness المعنى الانقسام أو إثارة الخلاف. الاسم نفسه. المثال The politician's speech caused a lot of divisiveness. الترجمة تسبب خطاب السياسي في الكثير من الانقسام. divisive المعنى مثير للخلاف أو مسبب للانقسام. الصفة Taxes are a divisive issue. الترجمة الضرائب قضية مثيرة للخلاف. divide المعنى الأول يقسم شيء إلى أجزاء. المثال الأول Let's divide the pizza into 8 slices. الترجمة دعونا نقسم البيتزا إلى 8 شرائح. المعنى الثاني قسمة في الحساب والرياضيات. Divide 10 by 2 to get 5. الترجمة اقسم 10 على 2 لتحصل على 5. ban المعنى الأول يحظر أو يمنع فعل. المثال الأول The government banned plastic bags. الترجمة حظرت الحكومة الأكياس البلاستيكية. المعنى الثاني حظر أو منع اسم. المثال الثاني There is a ban on smoking here. الترجمة يوجد حظر على التدخين هنا. pan المعنى مقلاة أو طاسة. المثال Heat the oil in a frying pan. الترجمة سخن الزيت في مقلاة. band المعنى الأول فرقة موسيقية. المثال الأول My favorite band is playing tonight. الترجمة فرقتي الموسيقية المفضلة تعزف الليلة. المعنى الثاني شريط أو رباط. المثال الثاني Tie your hair with a rubber band. الترجمة اربطي شعرك برباط مطاطي. 31. disband المعنى يحل أو يتفكك. تقال للفرق الموسيقية أو المجموعات. المثال The rock group decided to disband after 10 years. الترجمة
قررت فريقة الروك أن تتفكك بعد 10 سنوات. 32. dissolve. dissolve المعنى: الأول يذوب أو يذيم في السوائل. المثال: dissolve the sugar in hot water. الترجمة: أذب السكر في الماء الساخن. المعنى الثاني يحل أو ينهي، تقال للبرلمان أو العقود. المثال: The president decided to dissolve the parliament. الترجمة: قرر الرئيس حل البرلمان. 33. pandemic. pandemic المعنى: جائحة أو وباء عالمي ينتشر في دول كثيرة. المثال: The pandemic changed the way we work. الترجمة: غيرت الجائحة الطريقة التي نعمل بها. 34. pandemonium. pandemonium المعنى: فوضى عارمة أو هرج ومرج شديد جدا. المثال: There was pandemonium when the alarm rang. الترجمة: حدثت فوضى عارمة عندما رن جرس إنذار الحريق. 35. chaos. chaos المعنى: فوضى عامة. المثال: The classroom was in absolute chaos. الترجمة: كان الفصل في فوضى مطلقة. 36. delegate. delegate المعنى: الأول يفوض أو يوكل مهام لشخص آخر فعل. المثال الأول: A good manager knows how to delegate tasks. الترجمة: المدير الجيد يعرف كيف يفوض المهام. المعنى الثاني: مندوب أو ممثل لجهة اسم. المثال الثاني: He is the official delegate for Egypt. الترجمة: إنه المندوب الرسمي لمصر. وبكده نكون خلصنا 36 كلمة وتعبير. الإنجليزي مش مجرد حفظ، الإنجليزي ممارسة وفهم للسياق عشان ما تتلخبطش بين كلمة والتانية. سؤال حلقة النهاردة: اختار كلمة واحدة من الكلمات اللي شرحناها واكتب لي بيها جملة من تأليفك في الكومنتات تحت، وهصلح للناس كلها. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.